السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، متابعين عروسة بسيطة. أي حاجة فيها بساطة أو فيها توفير أنا قلت لكم إن أنا هقول لكم وهبلغكم عليها. في حاجة جميلة جدا جدا، حل للكتب الخارجية، لأن فعلا أسعار الكتب الخارجية بقت يعني أوفر جامد جدا جدا بشكل غير طبيعي، بشكل فعلا أنا محزني، خصوصا لو الأب أو الأم عندهم طفلين أو ثلاثة. بجد هيبقى صعب قوي إن هم يقدروا على المصاريف دي كلها. بجد حاجة صعبة مع مصاريف المدارس، مع الزي المدرسي، مع الكراسات. لا بجد بجد ربنا يرحمنا كلنا. طب ايه يا ام جمانة اللي انت جايه لنا بيه النهارده؟ انا جايه لكم بجد بحاجه ربنا يبارك للاخت يعني اللي قالت لي عليه. كنت كل سنة لما بتزنق في الكتب الخارجية كنت بروح أجيب الكتب الطبعة بتاعت السنة القديمة، ودي كانت بتسبب لي مشكلة جامدة جدا في حاجة، إن لو المنهج اتغير كانت بتبقى مشكلة، وكنت ببقى مرعوبة إن فعلا تكون في أي حاجة متغيرة. جت واحدة قالت لي أم جمانة ليه بتجيبي الكتب دي؟ انت ممكن تروحي مطبعة، هكتب لكم كمان رقم تليفون الواتساب، بس طبعا كل محافظة هتختلف فيها المكتبة او المطبعة اللي بتنفذ ده. بس هو يعني انت لو رحتي لاي مطبعة هيعمل لك وهينفذ لك اللي انا بقول لك عليه دي، او المكاتب الكبيرة، المكاتب الكبيرة اللي بتصور الاوراق وكده. قالت لي ان الكتب بيطبعها لك، احنا اللي انا عاملاه عندها ده مش مطبعة، دي مكتبة من المكاتب الكبيرة جدا اللي في وش المدارس، اللي بتصور المستندات والاوراق والحاجات دي. طبعا انا انبهرت كذا انبهار بالموضوع. يعني هقول لكم بس خطوه خطوه. اول حاجه قالت لي ان انت بتطبعي الكتاب المدرسي، فانا تخيلت ان هيبقى الفرق كام، 20 جنيه 30 جنيه. ما كنتش حابه الفكره، بس قلت اجرب عشان ابقى عملت اللي عليا، علشان فعلا الظروف وعندي ثانويه عامه. لا يعني قلت لازم اخد الخطوه دي واجربها. رحت اولا، انا كاتبه لكم الاسعار. انا جايبه دي كتب تانية ابتدائي. قطرة الندى عاملاها لي ب80 جنيه. قطرة الندى بره عاملة من 125 ل175، يعني على حسب المحافظة وعلى حسب المكتبات، في من أول 125 ل175. تمام، إذا كان الرياضة أو العربي. واحد عاملهولي ب80، واحد تاني ب75. طبعا يعني فرق جامد جدا. يعني لو هنقوله على أقل مكتبة أو أقل محافظة بتبيع، لو حسبنا على 125 يعني تقريبا في 50 جنيه فرق في كل كتاب. انا توقعت ان الكتاب هيجيلي ابيض واسود، لا ده بص بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بالالوان، والالوان كمان زاهيه، مش الوان يعني وحشه، لا بسم الله ما شاء الله. بجد انا منبهره، يعني انا منبهره بالنتيجه. انا عايزه اقول لكم ان الطبعه القديمه اللي انا كنت بجيبها وببقى خايفه لحسن يكون الكتب اتغيرت، تقريبا كانت بتبقى نفس السعر او ازيد شويه، يعني تقريبا. ده غير ان كنت بروح مشوار محترم لغايه شارع النبي دانيال، لان كنت بجيبها من مصنع الكتاب ذات نفسه. فانا منبهره بالنتيجه بجد، وحاجه جميله جدا. انا جايبه قطره الندى لان هي اسهل حاجه يعني لابتدائي لتانية ابتدائي. من الحاجات الجميله التقفيل كمان عاجبني جدا، التقفيل عاجبني جدا. وعايزه اقول لكم ان ممكن تعملي تقفيل اكتر من كده لو عندك الناس اللي هي بتجلد الكتب، ممكن يعملوا لك تقفيل. بس على فكره التقفيل متين جدا جدا وحلو جدا، انا شايفاه جميل وحلو. يعني مش لازم اساسا ان انت تروحي تجلدي اكتر من كده. ومنبهره جدا بالنتيجه، وحاجه بجد احنا لازم يعني هتخفف من علينا الاعباء كتير جدا، اعباء مصاريف الكتب. ولسه كمان عندي بنتي في رابعه ابتدائي، ان شاء الله باذن الله برضو هعمل لها، بس الصراحه قلت اجرب الاول في تانية ابتدائي، والنتيجة بهرتني جدا. انا ما كنتش متخيلة ان هتبقى النتيجة كده، وما كنتش متخيلة الصراحة ان هيبقى فروقات الاسعار كده خالص. يعني ما تخيلتش ان هيبقى فروقات الاسعار هتبقى كده. بجد الفكرة جميلة جدا، وهتخفف على ناس كتير. ومش عايزة الناس اللي هي مش محتاجة تروح تعملها، عشان الموضوع لما بيزيد عن حده التجار بيستغلوا ده وبيزودوا. فيا ريت اللي يعمل الفكرة دي يكون فعلا حد في احتياج لان هو يعمل كده، مش في احتياج لا هاتي الكتب العادية من المكاتب. لان برضو الكتب دي مصانع ومصانع شغالة، وفي ناس
جوه المصانع اللي شغاله دي بتاخد مرتبات، فحالها ما يقفش. فيا ريت اللي هتعمل الفكره دي فعلا تكون في احتياج للفكره دي، عندها مثلا 3 اطفال 4 اطفال، عندها ثانويه عامه، في مصاريف معينه. اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل حاجه هتبقى جديده ورخيصه ومفيده هنزلها لكم على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.